ليه بتبدأ وما بتكملش؟ هل بدأت دراسة مهمة ليك وما كملتش؟ هل بدأت مشروع خاص بيك وما كملتش؟ هل بدأت تطور نفسك وما كملتش؟ هل بدأت علاقة ارتباط أو صداقة وما كملتش؟ يا ترى كم مرة ابتديت وما كملتش؟ وإيه اللي يخليك تبدأ وما تكملش؟ تعرفنا في الحلقة اللي فاتت على إيه الأسباب اللي بتخلينا نخاف نبدأ، وشفنا إن في حوالي 6 أسباب بتعطلنا ناخد خطوة البداية. في جلسات الكوتشنج بلاقي ناس بتتشجع وتاخد خطوة البداية وتبدأ فعلا بشغف، لكن في الطريق بتقابلهم أمور تعطلهم وتكون عندهم انطباعات وخبرات سلبية تتعبهم وتقلل حماسهم، والنتيجة إن هم مش بيكملوا لغاية الآخر. النهاردة في حلقتنا هنتعرف مع بعض على 8 نقط بيكونوا السبب إن احنا نبدأ وما نكملش، علشان تاخد بالك منها ومهما قابلتك صعوبات أو ظروف تقدر تحتفظ بحماسك وتكمل وتوصل للي نفسك تحققه. تابعني لحد نهاية الحلقة، وبفكرك إنك تعمل اشتراك في القناة ولايك وشير للحلقة، ويلا بينا نبدأ. أول نقطة إن الهدف بيكون مش واضح ومش محدد. يعني مثلا عايز أبقى غني، عايز أتجوز، عايز أعمل مشروعي الخاص، عايز أخس. دي كلها أهداف مش واضحة ولا محددة، عقلنا اللاواعي مش بيبقى فاهمها ولا عارف يشتغل عليها، لأن رسالة الهدف ما وصلتلوش بالشكل المفهوم عشان يقدر ينفذها. المهندس مثلا لما يجي يبني عمارة، الأول بيقعد يتخيل شكل العمارة، بيبتدي يرسمها على الورق وبأدق الخطوط وأدق التفاصيل فيها، وبعدين يحسب تكلفة كل عنصر في البناء، وآخر حاجة يبدأ ينفذ الفكرة بحسب الخطة اللي حطها. وتكون الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها للعقل اللاواعي إنها تكون رسالة محددة وواضحة يقدر يحققها. زي مثلا عايز أخس 10 كيلو، عايز أتجوز فلانة، عايز أرتبط بفلان، عايز يبقى معايا 1,000,000 جنيه، عايز أشتري العربية الفلانية، عايز أعزف على آلة البيانو مثلا، وهكذا. هنا الأهداف واضحة محددة واقعية وأقدر أقيسها. ده الهدف اللي بيسموه خبراء التنمية الذاتية الهدف الذكي أو السمارت جول، وإحنا في جلسات الكوتشنج بنشتغل بالأداة دي علشان نحول أحلامنا لواقع ملموس ممكن يتحقق. تاني نقطة، الخطة اللي انت حطيتها مش مدروسة كويس. عشان تخطط لهدفك مهم ترتب أولوياتك، ايه اللي هتبتدي بيه أهم حاجة وتنهي بأمور ليها أهمية أقل بالنسبة لك. وهنا مهم تسأل نفسك شوية أسئلة. ليه عايز توصل لهدفك ده؟ ليه عايز تخس 10 كيلو؟ ليه عايز تتجوز فلانة أو ترتبط بفلانة؟ ليه 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 ليه؟ ايه العقبات اللي ممكن تواجهك؟ تكلفة الهدف ده هتجيبه منين؟ ايه الخطوات اللي هتقدر تتخذها علشان توصل لهدفك؟ ايه الحافز اللي هيخليك تكمل المشوار؟ ولما توصل لهدفك هتعمل ايه؟ كل دي امور مهمة قوي تكون عامل حسابها. في جلسات الكوتشنج بنسأل الأسئلة دي وأسئلة تانية تنور قدامك الطريق وتشجعك ان انت تكمل. تالت نقطة، مش متوقع صعوبات أو تحديات مفاجأة خاصة بيك أو بالظروف الاقتصادية أو مرض عالمي زي الكورونا مثلا. يعني الفيروس ده غير معالم الحياة كلها، وناس كتيرة اتغيرت خالص حياتهم، والعالم كله دخل في أزمة اقتصادية وكان وضع مفاجئ وغريب الدول كلها اتأثرت بيه. اللي قدر يتكيف هو اللي كمل الطريق. ده بيحصل معانا كتير، فدايما مع خططك حط خطط بديلة لأي ظروف مش متوقعة. رابع نقطة، نفسك قصير، تزهق بسرعة، تحس بالملل، بتستعجل النتائج، لكن مع دراسة الخطوات صح هيكون عندك صبر وتوقع ونفس طويل. خامس نقطة، الخوف والزهق بيخلوك تأجل أو تسوف الخطوة اللي جاية وتقول بكرة، الشهر اللي جاي، السنة الجاية، بعدين. التأجيل بيخليك تفقد حماسك وكمان بيعرضك لظروف طارئة مش معمول حسابها. عشان كده إنك تبدأ بداية ولو صغيرة بتفرق كتير وتحافظ على حماسك. سادس نقطة، التشتيت اللي بيحصل لنا من دخولنا على وسائل التواصل الاجتماعي. بنشوف ناس تانية غيرنا ووصلت وحققت فلوس كتير، أصحاب ليك أخدوا قرار الارتباط وكملوا، ناس حققوا حلم الرشاقة، ناس أخدوا بطولات، وغيرهم كتير. الحقيقة إن ده مش بيشجعنا، لكن بيخلينا نقارن نفسنا بالناس اللي احنا بنشوفهم. والسؤال اللي بيدور جوانا هو أنا ليه مش ناجح زيهم؟ يا بختهم قدروا يحققوا أحلامهم، ده أنا قدامي مشوار طويل.
الواقع ان كل الاخبار دي بتخليك مش مركز على هدفك، وبتخليك تقارن نفسك بحد تاني. ده في حد ذاته عائق كبير احنا مش بناخد بالنا منه. سابع نقطة، ما عندكش مرونة في التنفيذ. يعني عايز تمشي على الخطة بالظبط، دي حاجة كويسة، بس أحيانا إحنا محتاجين كل فترة نقف ونقيم أنت وصلت لحد فين في تحقيق هدفك، وتعدل مسارك وتتأكد إنك على الاتجاه الصح. آخر نقطة، من الطبيعي إنك تمر بفترة إحباط. كتير مننا بياخد الخطوة ويبدأ الطريق وبعد شوية يراجع نفسه ويسأل يا ترى أنا اخترت صح؟ هو فعلا ده اللي أنا عايزه؟ يا ترى هقدر أوصل؟ وتقول لنفسك هو أنا إيه اللي جابني هنا؟ ما الدنيا سهلة، أنا عملت في نفسي كده ليه؟ زي ما قلت لك ده طبيعي، وكل ما كان السكة واضحة قدامك وشايفها بوضوح وعامل حسابك على أحاسيس زي كده، هتتشجع إنك أنت تكمل. الكلام ده أنا بوضحه أكتر في جلسات الكوتشنج، بشرح منحنى جون فيشر اللي بيوضح المراحل من نقطة البداية لنقطة النهاية، فتبقى واثق من نفسك وعندك حماس إنك تكمل. في النهاية، الأسباب اللي اتكلمنا عنها وأسباب تانية كتير حقيقي بتعطلك في الطريق، خد بالك منها وادرس كويس. في الكوتشنج هقدر أساعدك بأدوات تستخدمها تقدر تحدد كل العناصر، وكل ما كنت واعي ده هينور لك السكة والطريق ويساعدك تكمل. أتمنى لك بداية قوية تحقق فيها أحلامك. أشكركم وأشوفكم في حلقة جديدة من يو لوك لايف إن شاء الله.